السلام عليكم. علشان يطلقها وما يديهاش حقوقها وكمان يقدر يتجوز واحدة تانية بيحبها، اتفق مع واحد شغال عنده يدبر لمراته جريمة تخص الشرف، ولكن العامل ده قتلها وراحت ضحية الشرف. دي مش بس أحداث الحلقة ال19 من مسلسل ساعته وتاريخه اللي بعنوان خيانة زوجية، دي قصة حقيقية حصلت في محافظة الدقهلية سنة 2020. وبعد عرض المسلسل الناس بدأت تسأل عن القصة الحقيقية اللي ورا الحلقة دي. تعال أحكي لكم القصة الحقيقية، وقبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. معاكم رانيا ماضي ودي قناتكم حكايات براند. هنبدأ بقصة المسلسل اللي فيها نسرين أمين ضيفة شرف، وكانت هي أخت الزوج واسمها في المسلسل رباب. سمعت صوت ابن أخوها بيعيط ومراته أماني مش موجودة، خبطت مفيش حد فتح، دخلت لقت الطفل بيعيط وأماني مش موجودة ولا حتى أختها أسماء اللي المفروض بتسيب ابنها معاها لما بتخرج، ولفت في الشقة ولقت خاتم ألماظ وأخدته. وبعدها شافت أسماء أخت أماني اللي هي منتقبة وكلمتها، بس هي ما كانتش بترد لحد ما جاء الزوج اللي اسمه أيمن وقعدوا علشان ياكلوا، ولكن المنتقبة مرضتش تاكل. قالت أخته رباب يمكن تكون مكسوفة، تعالي ندخل جوه عشان تخليها تاكل براحتها. ولكن رباب استغربت من أخت أماني المنتقبة لأنها ما كانتش بتاكل ولا بترد، لحد ما لقيتها كل شوية بتدخل الحمام. وفجأة تليفون أماني يرن، تلاقيه موجود في المطبخ واللي بتتصل هي أسماء. أمال مين اللي موجودة معانا دي؟ فتروح وراها عشان تعرف مين دي، وتتفاجئ إن اللي لابس النقاب واحد مش واحدة. أول ما شافته صوتت وهو طلع يجري، وبقت تصوت وأخوها جرى وراه بس سابه يمشي. وقالت له ده محمد اللي كان شغال عندك في المحل وطردته، إيه اللي جابه هنا؟ وبدأ يقول لها إن مراته كانت مصممة إن هو اللي يجيب لها طلبات البيت، وفتح موبايل مراته وكان عليه صور ليها وهي مع محمد. ودخلت الحمام تشوف هو كان كل شوية بيدخل الحمام ليه. لقت أماني مقتولة في الحمام، وأخوها أيمن قال لها ما تقوليش حاجة. وأسماء أخت أماني جت قالت لها أماني كان سلوكها مش مظبوط، ومشت أسماء علشان تجيب أهلها وترجع لهم تاني علشان تشوف أماني راحت فين. ولما كانت رباب بتكلم أخوها أيمن إنهم يشوفوا كاميرات المراقبة، قال لها إنها بايظة بقالها كام يوم، وأعطاها الذهب علشان تخبيه على إنها جريمة سرقة. ولكن اللي اكتشفته بعد كده كان صدمة، لقت الكاميرا مفصولة بشكل واضح، واستغربت ازاي واحدة بتخون جوزها هتسيب موبايلها من غير باسورد كده. والخاتم الألماظ جت تلبسه لها لقيته مش مقاسها أصلا، وعرفت إن الموضوع مش زي ما أخوها بيحاول يبينه. ولما واجهت أخوها اعترف بإنه هو اللي اتفق مع محمد اللي كان شغال عنده إنه يحاول يعتدي عليها ويصورها علشان يقدر يطلقها ويتجوز البنت اللي بيحبها. نرجع بقى للقصة الحقيقية اللي حصلت في سنة 2020 في قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخة في محافظة الدقهلية. طلعت جنازة إيمان عادل واللي مشى فيها كل أهل قريتها، وهم زعلانين على بنت قريتهم اللي اتقتلت غدر. وجوزها كان في الجنازة بيعيط عليها وأغمى عليه من كتر الصدمة، لأنه مش قادر يصدق هو هيقدر يعيش من غيرها ازاي. واتدفنت في مقابر الزوج. ولكن بعد كده التحقيقات تثبت إن الزوج اللي كان بيعيط على مراته وأغمى عليه في جنازتها متورط في جريمة قتلها. ولكن إيه اللي حصل؟ تعالوا نرجع للقصة من البداية. شاب اسمه حسين عراقي الجنسية، أبوه مصري وأمه عراقية. بعد ما رجع مصر في قريته ميت عنتر فتح محل ملابس حريمي، ومستواه المادي كان كويس جدا. اتقدم لإيمان عادل بنت جميلة ومن عيلة محترمة لما عرف أدبها وأخلاقها، وعلشان يتجوزها دخل شخصيات كبيرة من قريتهم علشان إيمان وأهلها يوافقوا عليه. وفي النهاية إيمان وافقت عليه بعد تردد كبير، وإيمان كانت لسه بتدرس وكانت بتكمل دراستها بعد ما اتجوزته، وكانت شايفة بيتها ومذاكرتها على أكمل وجه، وكانت الحياة في البداية كويسة. ولكن بعد وقت قصير بدأت تحصل بينهم مشاكل كتير بسبب علاقاته النسائية المتعددة. وإيمان علشان طيبة ومتربية على إن أسرار بيتها ما ينفعش تطلع بره، فما كانتش بتقول لأي حد من أهلها على المشاكل اللي بينها وبين جوزها وعلى اللي بيعمله وعلى سبب المشاكل أصلا.
ولكن بما إنهم بعد ما اتجوزوا ربنا رزقهم بطفل اسمه علي، فكانت إيمان بتحاول تعمل اللي تقدر عليه علشان تحافظ على بيتها، ولكنه في النهاية قرر إنه يطلق مراته. وأول ناس اعترضت على إنه يطلقها هم أهله، لأنهم شايفين إيمان واحدة محترمة وكويسة جدا وصاينة بيته، فيطلقها ليه؟ ولكنه بعد كده اتعرف على بنت من قريته عايز يتجوزها، ولكن المشكلة إنه علشان يتجوزها لازم يطلق مراته. وزادت المشاكل بينه وبين إيمان لما عرفت إنه عايز يتجوز واحدة تانية، فكانت بتحاول تحافظ على بيتها وهو كان عايز يطلقها، ولكنه عارف إن أهله أول ناس رافضين إنه يطلق مراته، ده غير إنه عنده طفل صغير منها، طفل عنده 9 شهور، وغير مستحقاتها اللي هيدفعها لما يطلقها، فكل ده هيصعب موضوع الطلاق جدا. فبقى عايز يطلقها من غير مشاكل مع أهله وما يدهاش حقوقها لا مؤخر ولا أي حاجة. ففكر في فكرة حقيرة زيه، فكرة ما تجيش في دماغ راجل، لأن مفيش راجل يقبل اللي هو قرر يعمله. والفكرة إنه يتهمها في قضية شرف، فقرر إنه يشوه سمعة مراته قدام أهله وقدام أهل المنطقة كلها بإنها على علاقة بواحد تاني وإنها بتخونه، ولأنه عارف إنه لو قال كده محدش هيصدقه، لا أهله ولا أهل المنطقة، لأن سمعة وأخلاق إيمان وأخلاق عيلتها معروفة جدا. فقال لازم يخلي الخيانة دي عليها شهود علشان يقدر يطلقها عادي، ومحدش وقتها هيتكلم معاه، لأنه هيبقى وقتها طلق واحدة خاينة. ولكن ده هيعمله إزاي؟ فكر إنه يتفق مع واحد يدخل بيته ويعتدي على مراته، ولأنه عارف إن مراته بتجيلها نوبات من ضيق التنفس والإغماء، يعني مش هتعرف تقاوم اللي هيحاول يعتدي عليها. وفي نفس الوقت هو يوصل البيت وكأنها صدفة ويكتشف الخيانة اللي بتحصل من مراته، فيلم الناس علشان يشوفوا مراته وهي على علاقة بواحد جايلها البيت وجوزها مش موجود، فيفضحها في قضية شرف قدام أهله وأهلها وقدام المنطقة كلها. وفكر في مين الشخص اللي يجيبه، حد يكون بيثق فيه إنه ينفذ كلامه بالظبط، لحد ما وقع اختياره على واحد من اللي شغالين عنده في المحل بتاعه اسمه أحمد رضا الشحات، وشهرته أحمد العجلاتي. بيسمع كلامه وعارف إن ظروفه المادية صعبة، فقرر إنه يطلب منه إنه ينفذ جريمته الحقيرة، وعلشان يوافق اتفق معاه على مبلغ 100,000 جنيه لما ينفذ الجريمة، وقال له إنه مخطط لكل حاجة. وأحمد طبعا وافق وعطاله فلوس عشان يشتري نقاب، والخطة كانت أول حاجة يشتري لبس منتقبة علشان يتدرى فيه ويدخل البيت، وحسين هيعطل كاميرات المراقبة الموجودة جوه البيت ويديله نسخة من مفتاح بوابة العمارة، وإنه هيسيب مفتاح الشقة في الباب، وإن أول ما حسين ينزل يروح شغله هو يطلع ويدخل الشقة ويعتدي على مراته، وحسين يرجع وكأنه نسى حاجة في البيت، فيتفاجئ ويتصدم من المنظر. كل ده وإيمان قاعدة في البيت لا بيها ولا عليها، قاعدة مراعية بيتها وجوزها وابنها اللي عنده 9 شهور، وبتذاكر علشان كليتها، فهي طالبة في السنة الثالثة في كلية آداب بجامعة المنصورة. ونيجي بقى اليوم الواقعة يوم 17 يونيو 2020. حسين نزل يروح شغله وسايب مراته في البيت معاها ابنها اللي عنده 9 شهور، وقاعدة تذاكر وتعمل الأبحاث المطلوبة منها في الكلية، ولكنها تتفاجئ بحركة غريبة في الشقة. وبعدها لقيت أحمد اللي متخفف زي منتقبة داخل عليها الأوضة، وبتكتشف إنه راجل وعايز يعتدي عليها، فتبدأ تصرخ وتقاومه. ولما لقى إنها هتفضحه قرر يقتلها علشان يعرف يكمل جريمته ويعتدي عليها، فحط إيده على بقها علشان ما تطلعش صوت، وبدأ يخنقها، ولأنها ضعيفة وبتجيلها نوبات ضيق تنفس وإغماء فقدر يسيطر عليها بسهولة، وسحب رباط الروب اللي لابساه ولفه حوالين رقبتها بقوة لحد ما ماتت. وبعدها قلعها هدومها واعتدى عليها وهي ميتة مرتين، وبعدها سابها من غير هدومها وهرب. وبلغ حسين إنه قتلها، فحسين قرر إنه ما يرجعش البيت في الوقت ده، لأنه ما كانش عامل حسابه إنه يقتلها، هو كان كل اللي عايزه إنه يعتدي عليها بس فيقدر يفضحها. ولأن باب الشقة كان مفتوح، واحدة من قرايب حسين اللي ساكنين في نفس العمارة سمعت صوت عياط الطفل الصغير وخبطت على الباب، ولكن مفيش حد بيرد، فدخلت واتصدمت من منظر إيمان، وطبعا بلغوا البوليس. ولما اتصلوا بحسين يبلغوه باللي حصل لإيمان اتصدم من اللي حصل لها، ووصل البيت وهو بيعيط وفي حالة من الانهيار التام. وكل القرية كانوا زعلانين على اللي حصل لإيمان، وما حدش كان متوقع إن حسين له يد في الجريمة. والبوليس لما وصل لقوا إن مفيش أي سرقة حصلت ولا أي آثار عنف في دخول الشقة،
وشافوا كاميرات المراقبة اللي في البيت لقوها مفصولة، وما كانش فيه أي حاجة في الشقة تبين مين اللي عمل كده. وبعتوا الجثة للطب الشرعي اللي أثبت إن إيمان ماتت بالخنق، وإنه تم الاعتداء جنسيا عليها بعد الوفاة. طبعا الأول كان مشكوك إن اللي ورا الجريمة حد من العمارة، لأن المتهم دخل الشقة بدون آثار عنف لفتح باب الشقة، ولأن الهجوم على إيمان ما كانش بهدف السرقة. وبدأ رجال الأمن والمعمل الجنائي فرغوا كاميرات المراقبة الموجودة بره البيت وفي الشارع، ولقوا إن في منتقبة دخلت وخرجت من الشارع في نفس وقت وقوع الجريمة، واكتشفوا إن المنتقبة دي مش ست، لأ ده راجل، وده بسبب الشكل الجسماني والمشي والحركة. وبدأوا يتتبعوا الشخص اللي لابس نقاب، وبدأوا يدوروا في محلات ملابس المنتقبات هل في شخص من مدة صغيرة اشترى نقاب من عندهم. وفي الوقت ده طلعت جنازة إيمان واللي حضرها تقريبا كل أهل القرية. وفي الجنازة حسين أغمى عليه من كتر الصدمة، لأنه مش قادر يصدق هو هيقدر يعيش من غيرها ازاي. عمل زي المثل بالظبط، يقتل القتيل ويمشي في جنازته. لحد ما وصل رجال الأمن لواحد من محلات ملابس المنتقبات، وصاحبة المحل أكدت إن فعلا في واحد جه اشترى منها ملابس منتقبات، وقال إن ده لمراته، وإن مراته في نفس حجم جسمه. ده غير إنه هو موجود اتصل بحد بيعرفه إنه خلاص اشترى الهدوم. ونفس الكلام حصل عند الخياط اللي راح له علشان يقصر العباية عنده، فهو قال إن مراته نفس حجم جسمه، وبرضه اتصل بحد يعرفه باللي بيعمله بإنه بيظبط مقاس العباية على مقاسه. والأمن شاف كاميرات المراقبة اللي في محل ملابس المنتقبات، واكتشفوا إن الشخص ده هو أحمد العجلاتي، واتقبض عليه. وبعد التحريات عرفوا إنه شغال في محل الملابس بتاع حسين جوز إيمان. في الأول افتكروا إنه ممكن يكون خان صاحب الشغل، مع إن حسين كان بيتعامل معاه كويس جدا، وهو في الوقت ده ما كانش لسه اعترف. ولما طبقوا بصمات أحمد بالبصمات الموجودة على رقبة إيمان، وعملوا تحليل لأحمد علشان يتأكدوا إن هو اللي اعتدى على إيمان، ولما أحمد لقى إن كل الأدلة ضده اعترف بكل حاجة، وقال لهم على الاتفاق من البداية، وإن حسين هو اللي اتفق معاه على الجريمة دي. واتقبض على حسين واعترف، ولكنه قال أنا ما اتفقتش معاه على إنه يقتلها، ولكن الاتفاق كان على إنه يغتصب مراته ويصورها في أوضاع مخلة فيعمل لها فضيحة كبيرة، ويقدر يطلقها من غير ما تاخد مستحقاتها ولا جهازها، ولأنه عايز يتجوز من بنت تانية من القرية. وطبعا حصلت حالة من الصدمة للأهالي كلها، حتى أهله ما كانوش يتخيلوا إن ابنهم بالقذارة دي. وحكمت المحكمة على الزوج المحرض حسين محمد عمره 22 سنة، والقاتل أحمد العجلاتي عمره 33 سنة بالإعدام بتهمة القتل العمد. هستنى رأيكم في التعليقات. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو انت مشترك ما تنساش تعمل شير في كل مكان، دعمكم مهم قوي عشان نقدر نكمل. ولو عايزين نقول القصة الحقيقية الحلقات تانية من المسلسل اكتبوا لنا في التعليقات، ولو عايزين نتكلم عن موضوع معين اكتبوا لنا برضو في التعليقات. بس كده، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.